متتبعينا الأعزاء، السلام عليكم. أشنو تعريف نظام المقاول الذاتي في المغرب؟ واش هذا النظام المقاولاتي بدا كيحتضر في بلادنا بحيث أنه أكثر من 170 ألف منخرط خرجوا منه في أقل من عام واحد؟ أشنو اللي وقع؟ واش السبب فقط اقتصادي أو لا كاين خلل في النظام بحد ذاته؟ اليوم غادي نحاولوا أننا نفكوا الأرقام ونوقفوا على الحقيقة كاملة. حلقتنا جديدة على قناة واش في اخبارك، غنهضروا فيها على التراجع الخطير ديال عدد المقاولين الذاتيين في المغرب. فحسب آخر الأرقام الرسمية اللي كشف عليها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات السيد يونس السكوري، فالنظام الوطني للمقاولين الذاتيين فقد أكثر من 170 ألف منخرط في أقل من سنة واحدة. يعني هذا راه نقص كبير في الأعضاء اللي كيتسجلوا في هذا النظام، وهذا راه رقم ماشي بسيط. السؤال اللي كيطرح ذاته هو أشنو المعنى ديال هذا التراجع؟ كيف ما كتعرفوا ففي السنوات الأخيرة كان شعار المقاولة الذاتية كيشكل محور مهم في سياسات التشغيل في بلادنا، خصوصا باش نقللوا من البطالة ونشجعوا المقاولات الصغرى ونوفروا كذلك مدخول للناس اللي ما عندهمش وظيفة ثابتة، وذلك عن طريق إدماج الشباب في سوق الشغل وتشجيع المبادرات الفردية من أجل خلق مقاولات، بالإضافة لتنظيم واحد الجزء من الاقتصاد غير المهيكل. لكن الأرقام الجديدة كتدل على هبوط كبير وقوي في الإقبال على الانخراط، وهذا الشيء كيعطي واحد الإشارات مهمة على الوضع الحرج اللي كيعاني منه نظام المقاول الذاتي. فحسب واحد العدد ديال الخبراء الاقتصاديين كاين أسباب رئيسية اللي أدت بنا للوصول لهذا التراجع الكبير. أولها هو ضعف المداخيل الفعلية اللي كيحصلوا عليها المقاولين الذاتيين نتيجة للنشاط اللي كيقدموه. السبب الثاني هو صعوبة الولوج للتمويل، يعني الصعوبة في أن المقاول الذاتي يحصل على تمويل بنكي نظرا لقلة الضمانات اللي يقدر يقدمها. السبب الرئيسي الثالث هو المشاكل في التحصيل والأداءات، يعني أن المقاولين الذاتيين عندهم مشكل في تحصيل الديون ديالهم اللي كيتسالوا للكليان، بالإضافة للمشاكل في الأداء ديال الرسوم والفواتير اللي مترتبة عليهم، يعني اللي كيتسالوهم لي فورنيسور ديالهم. السبب الرابع هو ضعف المواكبة والتكوين، بحيث أن عدم حصول المقاول الذاتي على المواكبة والتكوين الملائمين كيخليه عرضة للتخبط، وكيخليه ما عارفش اشنو يدير في مواجهة الصعوبات اللي غتواجهه أثناء تأدية الأنشطة ديالو، سواء تعلق الأمر المجال التسويقي أو التجاري أو المحاسباتي، وكذلك في علاقته مع المديرية العامة للضرائب. والسبب الخامس هو المنافسة القوية اللي كيعيشوها المقاولين الذاتيين من طرف القطاع الغير المهلكل. بمعنى آخر، التسجيل في نظام المقاول الذاتي ولا أمر سهل، ولكن الاستمرار فيه هو اللي صعيب. ودابا نجيو نشوفوا كيفاش الانسحاب ديال هذا العدد المهم من المقاولين الذاتيين كيأثر لنا على الاقتصاد الوطني. أول تأثير كيبان على سوق الشغل، فكيف ما كتعرفوا نظام المقاول الذاتي كان وسيلة لامتصاص البطالة خاصة عند الشباب، ولكن انسحاب ديال 170 ألف شخص منه تيزيد لينا في عدد الناس اللي كيعانيو من البطالة، وكيؤدي لواحد النسبة مهمة منهم أنهم يرجعوا يشتغلوا في القطاع الغير المهيكل، وهذا الشيء كله راه كيزيد الضغط على سوق العمل نتيجة لضعف خلق فرص الشغل الذاتية. التأثير الثاني كيكون في الدورة الاقتصادية المحلية، لأن المقاول الذاتي غالبا كيخدم في أنشطة صغيرة بحال تقديم الخدمات والتجارة والصيانة والأعمال الحرة. هذه الأنشطة كتشكل لنا محرك للمالية المحلية. النقص ديال عدد الناس اللي كيشتغلوا فيها كيقلل من الإنفاق وكيضعف الطلب، وبالتالي كتباطئ لنا الحركة التجارية، وهذا راه كيأثر على المدن الصغرى أكثر من المدن الكبرى. كذلك هناك تأثير على الثقة في برامج التشغيل،
فنظام المقاول الذاتي كان جزء من استراتيجية إدماج الشباب في المغرب، والتراجع الكبير كيطرح لواحد السؤال اللي هو واش هاد السياسات فعلا ناجحة، وواش البرامج كتواكب المقاولين حتى من بعد التسجيل، لأنه إذا فقد المواطن الثقة فالإقبال ديالو المستقبل أكيد أنه غيكون أقل. هناك أيضا تأثير ضريبي ومالي، لأنه إلا كانت الضرائب منخفضة فعدد كبير من المنخرطين كيخلق قاعدة ضريبية واسعة، والنقص في هذه القاعدة الضريبية كيؤدي لنا لتقلص عدد المساهمين وبالتالي انخفاض في الاشتراكات، وهذا راه كيشكل ضغط إضافي على المالية العمومية على المدى المتوسط. أضف إلى ذلك التأثير النفسي والاستثماري، لأنه ريادة الأعمال كتحتاج لواحد المناخ اللي كتعم فيه الثقة، أما إلى الناس كانوا كيشوفوا انسحابات جماعية وبهذا العدد الكبير فأكيد أنهم غيخافوا يبداو مشاريع وغيخفضوا من منسوب ديال الجرأة ديالهم، وبالتالي غتضعف الثقة ديالهم في أنهم يقوموا مبادرات من أجل التشغيل الذاتي، وهذا راه عنده خطر كبير على المدى البعيد على الاقتصاد الوطني. والتأثير السلبي الأخير اللي غنهضروا عليه هو احتمال توسع القطاع غير المهيكل، أنه كيف ما كتعرفوا فمن بعد ما عدد كبير من الناس انسحبوا من نظام المقاول الذاتي، فالوسيلة اللي غتبقى لهم هي أنهم يرجعوا يخدموا بلا تسجيل رسمي، يعني غيخدموا في القطاع غير المهيكل بطريقة عشوائية وفي النوار، وهذا راه كيؤدي لفقدان الدولة للرقابة ديالها على النسيج الاقتصادي الوطني، وكيساهم في ضعف الحماية الاجتماعية، بالإضافة أنه كيشكل لنا واحد المناخ ديال المنافسة غير العادلة بين الناس اللي خدامين في القطاع غير المهيكل والناس اللي خدامين في القطاع المهيكل. وكخلاصة فنظام المقاول الذاتي كان فكرة مهمة اللي لجأ لها المغرب باش يواجه البطالة، ولكن الأرقام ديال اليوم كتقول بأن هذا النموذج خاصو مراجعة عميقة. والسؤال الحقيقي واش الحكومة غدير الإصلاحات الحقيقية اللازمة من أجل إصلاح الوضع، أو لا هذا النزيف غادي يبقى مستمر؟ وانتوما اشنو رأيكم؟ واش فايت سبق لكم سجلتوا كمقاولين ذاتيين؟ وكيف كانت التجربة ديالكم في هذا المجال؟ كتبوا لينا في التعاليق، وما تنساوش ديروا لينا لايك وتفعلوا الجرس وتشاركوا معنا باش يوصلكم دائما آخر الأخبار على قناتكم واش في خبارك.